صباحكم اخضر، ليلتكم خضرة، صباحكم زي العسل. ليه عتاب وشكر للزملكاويه. هبدأ الاول بالشكر، وعايز اقول ان الاهلي ياما وكتير فتح اكاديميات متفرعه في جميع المحافظات وجميع الانديه، لكن في حلاوه وجمال وروعه البسبوسه والمهلبيه والرز بلبن بتاعت اللعيبه اللي بنجيبها من اكاديميه 100 عقبه ما لقيتش. ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه الطعامه دي يا جدعان؟ ايه ده؟ ما شفتش اكاديميه بتدينا البسبوسه والحلويات اللي بالشكل ده قبل كده غير في 100 عقبه. يخرب بيوتكم ويخرب بيت حلاوه امكم. متشكرين يا عم انت وهو، واحلى شكر ليكم على ابننا امام عاشور وعلى ابن النادي عمر كمال. مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. يعني انا ممنون بيكم من الشكر، وشكرا اخواتي الزملكاويه. ويا ريت تطلعوا لنا 2 3 كده مع عرض ابو كشري ابو طارق دوت، الله يبارك لكم. يسند شويه برضو اللعيبه اللي نجيبهم من عندكم ياكلوا كشري يقبضوا. ما هتقول لي طمعان في ال 11000 جنيه؟ ده انا طمعان في الباسك اللي انت لابسه زملكاوي. مش هحلك، هاخد منك كل ما تملك. خلينا متفقين، هتشتم هتخش النار. ماشي. عتابي بقى ان انت من يوم 4 لسه هتلعب ماتش يوم 12 بتاع نهضة بركان. نهضة بركان لسه لاعب امبارح في الدوري وكسب 3-2 ولعب عادي. انت بقى فين؟ استاذ شادي هريسه اخو الملحد طالع قبل كده بيقول لك الاهلي لعب قبلنا بيوم. انت نايم؟ خليك فاكر ان انت هتقعدوا 9 ايام من غير ولا مباراه، عشان ما تطلعش تعيط وتطلع تقول اشمعنا واحيه والحقونا والدوله يا ننوس عين الدوله. ولا انتوا عندكم ظروف؟ لو عندكم ظروف ليكم عذركم. صباح الفل. باي من غير سلام.